وخلي بالك من حاجة مهمة وقاعدة مهمة خدها في حياتك، انت مسؤول عن السعي مش مسؤول عن النتيجة. النتيجة دي بتاعت ربنا عز وجل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اسعى في أي حاجة طالما هي صح وحاجة كويسة، وإن شاء الله ربنا هيجازيك عليها خير. ولو مش هتاخدها هتلاقي باب تاني اتفتح لك، ومجهودك ده أكيد مش هيضيع. عايزك تعرف يا صديقي إن الخوف ده دايما هتلاقيه موجود، واعرف دايما إن أي حد ناجح وأنت شايفه ناجح اعرف إن هو بيخاف زيه زيك بالظبط، وعاش الخوف بمراحله كلها، ويمكن عاش مراحل أسوأ من اللي انت متخيلها، لكن قرر ان هو يكمل وقرر ان هو يواجه الخوف ده. وفي النهايه يا صديقي يا ريت تبعت لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه كنت خايف تواجهها وقررت تواجهها بعد الفيديو ده. وما تنساش برضه تبعت الفيديو لحد خايف ياخد خطوته الاولى، يمكن يتشجع ويبدا ياخد خطوه ويستفاد بحاجه. وفي النهايه يا صديقي اتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه ولو بمعلومه واحده، وافتكر دايما ان معلومه واحده ممكن تغير حياتك، ويا ريت تشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. انا حسام سلام واشوفك ان شاء الله في الحلقه الجايه.